فكرة في حجم واحد علشان ياخدوا نفس الوقت في التسوية. في ناس بتعفر البتنجان قبل ما تقليه بشوية دقيق. انا مش بفضل الطريقة دي، ما بحبش الكفر اللي بيكون بالدقيق ومش عارفة ايه السبب، بس المتعود على الموضوع ده يعمله. كل اللي انت هتعمليه ان انت هترشي شوية ملح قبل ما تقلي البتنجان في الزيت علشان ما يشربش زيت كتير معاكي. نيجي للمكون التاني وهو الفلفل. نفس اللي عملتيه في البتنجان هتعمليه في الفلفل، هتقطعيه حلقات او دواير متوسطة الحجم، مش كبيرة ومش صغيرة، خصوصا الفلفل لان الفلفل بيدبل بسرعة لما يجي يتحمر في الزيت او يتقلى في الزيت. فلو قطعتيه حلقات مناسبة كده في الحجم هيفضل محتفظ بشكله يعني نوعا ما. كمان بقى قرنين شطة هيدوا تيست عالي قوي لصينية المسقعة اللي معاكي. ولو انت حابة بقى من عند